سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت وجبت لكم معايا حلوه المنقوشه، حلوه تقطع لنا كميه كبيره. والبنه اكدوا لي على البنه، بزاف بزاف بنينه يا البنات. شوفوا معايا لا فيديو للاخير وديروا لي جيم لا فيديو الا كان عجبتكم الوصفه، واشتراك للقناه الا كان ما كنتوش مشتركين. شوفوا معايا راهي هاد الحلوه محشيه بالتمر، بزاف بنينه. على بركه الله راح نوجدوا الوصفه تاعنا كيف البنات. لهاد الوصفه نسحقوا كاس مايزينا، كاس من دايب وبارد، نصف كاس زيت، نصف كاس حليب، وملعقه كبيره ماء الزهر. لكن ما كاش متوفر عندك عطر ماء الزهر، نحي نصف كميه الحليب عوضيها بماء الزهر. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ملعقه عسل كبيره، ملعقه كبيره فانيليا، صفار حبه بيض، ملعقه صغيره خميره كيميائيه، 3 حبات فرماج النوع اللي حبيتوه البنات، قرصه ملح، و3 معالق كبار حليب بودره. نبداو بسم الله في الوصفه. نحطوا السمن تاعنا البنات كما قلت لكم لازم يكون بارد. نحطوا الزيت وملعقه كبيره تاع العسل. كما كتشوفوا في الوصفه تاعنا ما فيهاش كامل السكر البنات، ونأكد لكم باللي الحلاوه راح تكون معتدله، خاطر ما هاد الحلوه تاعنا راهي محشيه بالتمر. ملعقه كبيره فانيليا ورشه ملح. 3 حبات تاع الفرماج. هاد الوصفه لازمها الفرماج، راح يعطيها خفه، راح يعطيها بنه البنات. صفر البيض، ونخلطوا كامل هاد المكونات. تقدروا تخلطوا بيديكم البنات، المهم نخلطوا كامل حتى يذوب لنا الفرماج. نضيف الحليب، نضيف عطر ماء الزهر كما قلت لكم من قبل البنات، لكان ما كاش متوفر عندكم هذاك الحليب نصف الكميه تاعو حطوها حليب، والنصف الاخر حطوه ماء الزهر. نخلطوا كيف هاد المقادير. ونضيفوا غبرة الحليب. هاد الوصفه ما لازمش نستغناو على هاد الغبره تاع الحليب البنات، راهي مهمه بزاف في الوصفه، راح يعطيه بنه واحمرار وواحد الذوق راح يكون مميز في الحلوه تاعنا. سيو كيفاش ما تنحوش البنات. حطينا مايزينا وهذيك الملعقه الصغيره تاع الخميره، ونخلطوه حتى يمتزن لنا هذا الخليط. ونضيفوا الفرينه. هنا الفرينه البنات الوصفه كامل خدات لي 3 كيسان. انتم حطوا حتى نتحصلوا على عجينه ما تكون طريه بزاف، ما تكون شاده روحها بزاف، نسحقوها يكون قوامها معتدل. دوك نوريكم كيفاش نسحقوا العجينه تاعنا. هنا ضفت الكاس الثاني ونجمعوا العجينه، نحطوا غير بالعقل. والفرينه تاعنا نغربلوها البنات باش الكاطو تاعنا يجي خفيف. من داك نشرو الفرينه نلقاو فيها هذوك الحبيبات هنا باش نجنبوا كامل هذاك الحبيبات البنات. هنايا نورمالمون خلصت. شوفوا هذا هو القوام اللي انا حبيته البنات. شوفوا معايا هذا هو هكذايا، رايحه للطراوه اكثر من تكون يابسه البنات. دوكا نخلوها تريح واحد ربع ساعه ولا نص ساعه قسم ما نخدموا الحشو تاعنا. بالنسبه للوصفه البنات خديت معايا رطل تمر، هنايا كنت نقيته، وراح احط له ملعقه كبيره تاع مارغرين، وزوج مغارف كبار ماء الزهر، وملعقه كبيره فانيليا. الفانيليا في هاد الوصفه راح تعطي بزاف بنه للتمر تاعنا. تقدروا تحطوا قرفه، تقدروا تحطوا واش حبيتوا في التمر تاعكم، نسموها بواش حبيتوا البنات. انا نحب لافاني، حطيت لافاني. دوكا عاود ضفت، بنت لي شويه مازال هاد التمر يابسه، تزيد ضفت لها زوج مغارف كبار ماء الزهر. دوجا هي في يديكم وتعرفوا التمر تاعكم لكن نزيدوا لها ولا لا. المهم تحصلوا على التمر تكون هكذايا طريه، باش من بعد كي نكونوا ناكلو ما نحسوهاش تعلك، نحسوها طريه. هنا بعد ما كملت التمر تاعي نحطوها على جانب، ونروحوا نوزنوا كيف العجينه تاعنا. كنت وزنتها 30 غرام في الحبه البنات، كنت كورتهم كامل وغطيتهم وحطيتهم على جانب. باش درت التمر درتها نصف كميه تاع العجينه البنات، درتها 15 غرام. العجينه 30 غرام والتمر 15 غرام، جاتنا هايله.
نكمل نديرهم كامل كيف كيف ولا نكورهم ونعاودو نرجعوا للوصفه تاعنا. هنا البنات نعطيكم كتدبيره، هادوما الليمون اللي راح نطيب فيهم. واحد النهار جبت نخدم فيهم لقيتهم بداو يصديو، نقيتهم مليح وشعلت الفور البنات، كان مشعل مليح سخون، حطيت لهم شويه زيت بالبانسو ودخلتهم للفرن واحد نص ساعه، ومن بعدك جبتهم. راح نقعدوا لكم هكذا ما راح يصرى لهم والو. هذه كتدبيره ان شاء الله تتبعوها في كامل هاد ليمول ولا هاد النوع تاع ليمول اللي عندكم. حليت شويه العجينه كما راكم تشوفوا وضعت التمر ونغلقوا عليه هكذايا. التمر تاعنا ما لازمش كامل تبان. نكوروها ونجيبوا المول كما قلت لكم انا طيبت في هذا المول، انتما طيبوه في اي نوع يكون عندكم. حطينا هكذا في المول، نديرها شويه بصبعتي هكذايا ونبداو نقشوها. النقاش قبل ما تبداو ديروا به البنات حطوه في الفارينه ولا في المايزينه باش ما تلصق لكمش. ناكد لكم على هذه. شو انايا راني ندير ومن داك نحط في الفارينه ونقش بهذه الطريقه. هاد الليمون البنات راح يعاونوا اي وحده تكون مبتدئه، راح يساعدوها ولا تتبع برك هذوك الخطوط وتنقش. كما قلت لكم هاد الحلوه بزاف بنينه ومتاكده الا كان خدمتوها رايحين تعاودوها. شوفوا معايا هكذا بهذه الطريقه، ودوكا ندير نقش معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه ماشي كامل صعيبه، راهي طريقه بزاف سهله. نحلوا العجينه بهذه الطريقه ونجيبوا الحبه تاعنا تاع الحشو ونغطوها بهذه الطريقه. البنات كما قلت لكم الحلوه هذه ماشي صعيبه وما راح تدي معكم الوقت كامل، خاصه الا كان كنتوا وجدتوا الكويرات تاعكم وحطيتهم على جنب. اللي كان عندكم الميزان البنات وزنوا، ما كانش عندكم ديروا عينكم ميزانكم وراح تخرج لكم الحبات ما شاء الله. هكذا نضغط، لازم تضغطوا باش تدي الشكل تاع المول تاعنا، ونبداو نقش من تحت لفوق على شكل دائري كيما راكم تشوفوا البنات. لازم تحطوا واسمو تاعكم النقاش تاعكم البنات في الفارينه ولا في المايزينه باش ما يلصق لكمش والنقشه تاعكم تيجي شابه بهذه الطريقه. دوكا جبت شويه بياض البيض البنات حطيت فيه الوسط ونحطوا حبات تاع لي سوغيز. تقدروا تحطوا الجوز وتقدروا تحطوا اللوز، هذا يرجع لكم البنات. في هذا الوقت ديجا كان الفرن راه شاعل، ديجا كانت عندي مده ملي شعلته، لازم يكون سخون البنات. دوك نحطوهم يطيبوا من تحت، غير نشوفوهم بداو يحمروا ماشي يحمروا بداو يصفاروا في الاطراف، نشعلوا عليهم من فوق. هنايا الحلوه تاعنا راهي واجده البنات، جات هايله، جات شهيتكم في الجنه. نتمنى انكم تجربوها، متاكده بلي راح تعجبكم. عندها واحد البنه تحسوها بنه جديده البنات، تحسوا بلي ما كنتش ذقتوا هذا الذوق، متاكده بلي راح تعجبكم. سيوها ورجعوا لي بالخبر. درنا ملعقه عسيله برك في العجين. هاد الحلوه ما تجيش حلوه بزاف، خاصه لعشاق الحلويات الجافه، على بالي بلي راح تديروها وتعاودوا ديروها البنات. بالنسبه للكميه اللي خدت لي هاد الوصفه، خدت لي 35 حبه. هذا الا كان حبيتوا تضاعفوا الكميه، وعلى بالي بلي راح تعجبكم ضاعفوها من دوكا. هذا واش نقول لكم انايا، نتمنى تجربوها للعيد او حفلات النجاح. ربي ينجح كامل الوليدات يا رب. شوفوا كيفاش راهي من داخل، جات هايله، جات بزاف تشهي. شوفوا كيفاش القوام تاعها، صدقوني بزاف بنينه، تذوب في الفم. شكرا على المشاهده البنات، ما تنسونيش بجام وكومونتير شباب كيما نتوما، واشتراك لغير المشتركات والمشتركات جد. نقول لكم مرحبا بكم الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.